خلي بالكم احنا في الإصحاح ال 12 شفنا تنين اللي هو الشيطان. المرة دي بقى في الإصحاح 13 هنلاقي فيه وحشين، واحد طالع من البحر والتاني طالع من الأرض. غالبا النهاردة جايز الوقت يكفينا ان احنا ناخد الوحش البحري اللي طالع من الأرض من البحر. ثم وقفت على رمل البحر، ده يوحنا، فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤسه اسم تجديف. رمل البحر بيرمز للكثرة ويرمز للتفتت، يعني في فرق بين الرمل وبين كتلة من الصخر أو الخرسانة مثلا. وقفت على رمل البحر يرمز إلى العالم اللي فيه كثرة من الناس الأشرار المتفتتين، والصلابة بتاعت الرمل غير الليونة بتاعت الأرض الزراعية. فدي معناها يعني وقف على العالم اللي رافض ربنا، وهو شايف واقف في مكانه باصص على البحر، شاف وحش طالع من البحر. طبعا الوحش معناها كائن حي مفترس، فده وصف لأعوان الشيطان. الشيطان اسمه التنين، وهيعاونوه 2، وحش بحري ووحش أرضي. ولاحظوا هنا الشيطان قاصد أن يكون فيه ثالوث عشان يضلل الناس، زي ما احنا بنؤمن بثالوث قدوس الآب والابن والروح القدس. الشيطان بيحاول يقلد علشان يتوه الناس، فهو عمل لنفسه ثالوث نجس. التنين اللي هو الشيطان معاه وحش ووحش تاني، والوحش التاني ده سمي النبي الكذاب. هنشوف كل الحاجات دي. الوصف بتاع الوحش اللي طالع من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. قلنا الرأس يرمز للتفكير والعقل والحكمة، والقرن يرمز للقوة، لأن الحيوان اللي عنده قرون بينطح بيها. 7 رؤوس و10 قرون معناها كمال الفكر والحكمة وكمال القوة. طبعا شيء خطير ان واحد يكون حكيم وقوي لكنه شرير، هيستخدم الحكمة بتاعته في أذية الناس وخداعهم. على قرونه 10 تيجان، التيجان علامة الملك، وعلى رؤوسه اسم تجديف، لأنه هو جاي عشان يجدف على اسم الله. الوصف بتاع الوحش البحري دوت يشبه كتير الوصف بتاع التنين اللي قريناه في الإصحاح 12. لو حطيتوا الاتنين جنب بعض هتلاقي صورة. في إصحاح 12 ظهرت آية أخرى في السماء: هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. طب ده إيه بقى؟ نفس المنظر، علشان ذكر أن الرب يسوع هو صورة الله، فالشيطان عشان يقلد بغش فعمل لنفسه صورة هي الوحش بنفس الشكل، 7 رؤوس و10 قرون. قيل عن السيد المسيح في فيليب 2: الذي إذ كان في صورة الله. وفي كورنثوس الثانية: المسيح الذي هو صورة الله. وفي كولوسي: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. وفي عبرانيين: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنا بس النصوص دي عايز أفهم منها يعني إيه المسيح صورة الله. صورة الله مش بمعنى فوتوغرافيا، وإلا يبقى المسيح كائن من طبيعة أخرى غير الآب، لأن أنا لما بتصور أكيد صورتي غيري. لكن الصورة هنا بمعنى زي ما يكون حضرتك عندك ابنك شكلك تماما، شكلك مش بس في ملامح الوجه لكن في الطبيعة الإنسانية. كل إنسان بيخلف إنسان زيه صورة إنسان، وكل نوع من أنواع الكائنات الحية بتخلف كائن حي زيها في نفس الطبيعة بتاعتها. يعني الأسد يجيب أسد، الجمل يجيب جمل، وهكذا. الله الآب عنده ابن، هذا الابن وحيد مولود من الآب قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، مولود مش منفصل عن آب لكن متحد بيه،
والميلاد بتاعه ما كانش فيه لا زواج ولا فيه أقدمية، ما فيش الأب أقدم من الابن ولا أكبر في السن. هو ميلاد أزلي زي خروج الشعاع من النور، وزي خروج الفكر من العقل. فده الميلاد الروحاني بتاع الابن من الآب، عشان كده يحمل صورة الآب. وده اللي خلى السيد المسيح يقول من رآني فقد رأى الآب. فلما نقرأ كلمة إن المسيح هو صورة الله، تفهم إنها بتدل على المساواة في الجوهر. عشان الحكاية دي موجودة عند المسيحيين وفاهمينها، يبتدي الشيطان يعمل لنفسه صورة هي الوحش، وبعدين يوصف الوحش يقول والوحش الذي رأيته كان شبه نمر. عدوا معايا كم حيوان في الشخص ده. وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. يبقى يجمع في داخله صفات النمر والدب والأسد. النمر مكار يتنمر، والدب سفاك دماء، والأسد متوحش ومرعب. فمعناها الوحش اللي طالع من البحر ده بيتجمع فيه هذه الصفات وهذا العنف. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. هنمسك الجزء الأولاني الأول، إن هو شكل نمر ودب وأسد. لو نرجع في سفر دانيال هنلاقيه شاف رؤية عجيبة جدا. يقول لك وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة. لاحظ دانيال شافهم 4 حيوانات، بينما يوحنا شافهم حيوان واحد فيه ال4 صفات. يقول لك الحيوانات ال4 العظيمة اللي طالعين من البحر هذا مخالف ذاك. الأول كالأسد وله جناح نسر، التاني شبيه بالدب، وبعدين آخر مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائر، وكان للحيوان 4 رؤوس وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، ما قالش شكل مين، له أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله 10 قرون. وبعدين قال له هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي 4 هي 4 ملوك يقومون على الأرض. يعني كل ملك فيهم له صفات تشبه الحيوان ده، الأسد الدب النمر. الرابع بقى يجمع كل شيء في داخله من عنف وشراسة ووحشية، دي بتاع الحيوان الرابع. عشان كده في سفر دانيال قال أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون 10 من هذه المملكة هي 10 ملوك يقومون، ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين، ويذل 3 ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي. لاحظوا بقى من أول هنا اللي هو الأنتي كرايست ده بقى يتكلم بكلام ضد العلي، يعني ضد الله، ويبلي قديسي العلي يتعبهم، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. خلي بالك الطريقة بتاعة الأنتي كرايست في أنه يحارب الكنيسة، عايز يغير الأوقات المواعيد ويغير السنة. السنة هنا معنى الاستلام، ما استلمناه وعايز يغيره. ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان، يعني ليها محدودية وهتنتهي. فيجلس الدين يعني الله الذي يدين الناس، وينزعون عنه سلطانه، يعني ليها نهاية، ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. يبقى اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا هو نفس اللي شافه دانيال زمان، بس دانيال شافه بتفاصيل 4 حيوانات،
لكن يوحنا شاف حيوان واحد مجتمع فيه كل صفات الأربع حيوانات والشراسة. فده الوحش اللي طالع من البحر يعاكس الكنيسة. ولما قال إن هو فمه كفم أسد، دي تفكرنا معلمنا بطرس لما قال اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. زائر يعني يزأر، يخوف، يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فإحنا ناخد بالنا إن إبليس عدو وعنيد وعايز يبتلع كل البشر، لكن إحنا نستطيع أن نهزمه إذا صحينا وسهرنا، بمعنى الواحد يبقى فايق كده ومصحصح لنفسه وما يديش فرصة للشيطان يخدعه. وبعدين قال قاوموا إبليس فيهرب منكم. يبقى ده الجزء الأولاني من النص. الوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد. نتوقع ان اللي هيجي يعاكس الكنيسة هيكون فيه الصفات دي، اللي بيطمنا ان إلهنا أقوى من أي حد. هنا بقى الحتة العجيبة، وأعطاه التنين قدرته وعرشه سلطانا عظيما. عارفين دي ليه؟ ما احنا قلنا الشيطان بيحاول يقلد ما هو إلهي عشان يضلل الناس. فإحنا لو بصينا في إيماننا المسيحي هنلاقي الآب أعطى كل السلطان للابن. طبعا دي برضه محتاجة شرح، بس هقرأ لكم النصوص اللي بتقول كده. في يوحنا 5 تقول الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يوحنا 3 يقول الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. يوحنا 17 يقول إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. في متى 11 يقول الرب يسوع كل شيء قد دفع إلي من أبي. وقبل الصعود على طول قال السيد المسيح لتلاميذه دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. إيه حكاية إن الآب يعطي سلطان للابن؟ الآب والابن جوهر واحد منذ الأزل وإلى الأبد، متساويين في كل شيء مع الروح القدس، في القدرة وفي السلطان وفي الهيبة وفي ضبط الكل وفي كل الصفات في الجوهر الإلهي. زي ما أنا وإنت وإنتي متساويين في جوهرنا الإنساني بدون تمييز، حتى لو كنا متميزين في أشخاصنا. فالآب والابن والروح القدس سلطان واحد. لكن في ملء الزمان لما الابن تجسد وصار إنسان، صار ليه صفتين: صفة إنه هو ابن الله اللي ليه سلطان منذ الأزل واللي ليه مجده الخاص به منذ الأزل محدش اداهوله، وليه قدرته وكل شيء زي الأب بالظبط. لكن لما صار إنسان بقى فيه صفة إنسان زيه زينا بالظبط. هو إنسان بقى يعطى مجد، يعطى سلطان، يعطى قدرة، يعطى قيامة، يعطى حق الدينونة. فلما تسمع في الإنجيل كلمة إن الآب أعطاه تفهم ناسوتيا، لأن لاهوتيا هو مش محتاج ياخد حاجة لأنه مثله مثل الآب تماما. والعطاء ده مش من الآب وحده لكن من الثالوث كله. لكن من يمثل الثالوث هو الآب بصفته هو الينبوع. فزي ما الآب أعطى الابن قدرته وعرشه سلطانا عظيما، راح الشيطان مقلد وعمل كده، أعطى التنين قدرته وعرشه وسلطان عظيم لهذا الوحش. وبعدين بقى حتة مهمة في العدد 3: ورأيت واحدا من رؤوسه. احنا قلنا عنده كم راس؟ هو عنده 7 رؤوس و10 قرون. واحد من رؤوس ال7 اتعور وجرح كأنه مذبوح للموت، يعني تعويرة شديدة. وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. حكاية ان واحد من رؤوسه ال7 ده جرح، يقولوا بعض المفسرين ان اذا كان الانتي كرايست لما هيجي في الاخر
هيبقى فيه بعض الملوك وبعض الأنظمة في العالم تأيده وتساعده تسنده سبورت يعني. واحد منهم هيكسر، معناها مثلا يحصل ثورة عشان تشيل الملك دوت أو الرئيس، أو يحصل مثلا إنه يعيا يموت يسقط في الانتخابات، فده الجرح اللي هيموته. جرحه المميت قد شفي إن الشيطان بكل أعوانه يروحوا ساندينه عشان يرجع تاني زي ما كان، لكن هيكون ده بعمل معجزي، والمعجزة دي هتخلي كل الأرض تتعجب وراء الوحش. وعشان كده لازم ننتهز الفرصة دي ونقول يا جماعة أرجوكم من أجل ربنا، من أجل خلاص أنفسكم، ما تجروش ورا المعجزة. المعجزة هتبقى وسيلة الشيطان في إنه يضلل الناس. ما تجروش ورا المعجزة. إحنا مش بننكر إن في معجزات، لكن ما هياش قاعدة كل يوم معجزة. الكاهن اللي يقعد يحكي لنا على معجزات ده مش بيبنينا. البناء ان انا اتعلم الانجيل، ان انا اتعلم التوبة، ان انا افهم يعني ايه بنصلي القداس، حد يشرح لي مقاطع القداس، اتناول واتقدم لقدام. لكن طول الوقت معجزات معجزات معجزات، معناها انا بجهز السكة للشيطان. هيجي جاهز يلاقي كل الناس دي مستنية المعجزة، اول ما يعمل معجزة كل الناس تسيب المسيح تمشي ورا الشيطان. فده منهج رديء جدا ومتعب جدا. والمسيح نفسه قال ان سيقوم انبياء كذبة ومعلمين كذبة ويعطون ايات ويضلون كثيرين، فاوعوا تجروا ورا المعجزة. الشيطان نفسه هيبقى فيه واحد من رؤوس الوحش مذبوح للموت، وجرحه المميت شفي، وتعجبت كل الارض وراء الوحش. واشمعنى بقى حكاية جرحه المميت شفي وانه في راسه؟ لان دي برضو منظر المسيح في رؤيا 5: ورأيته فإذا في وسط العرش والحيوانات 4 وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. يبقى كأنه مذبوح لكنه قائم، فيبقى عنده جرح مميت ولكنه قائم حي. طبعا ده إشارة إلى ذبيحة المسيح الدائمة، إنه دايما حي ودايما مذبوح. عشان كده على المذبح إحنا بنؤمن إن الجسد الموجود على المذبح هو جسد حي ومحيي، بالرغم إن دمه متصفي في الكاس. عشان كده بنتناول الجسد لوحده كمذبوح والدم لوحده كمسفوك. وبعدين بنؤمن إن الجسد ده والدم ده فيهم حياة. أي بني آدم في الدنيا لما دمه يتصفى بيموت، لا الدم ينفع ولا الجسد بينفع. لكن في المسيح بالذات، لأنه هو الله الظاهر في الجسد، عندما ذبح من أجلنا وعنا صار هذا الجسد محيي لينا بالرغم أنه مذبوح. عشان كده شافوا خروف قائم كأنه مذبوح. فالشيطان يقول لك ما حدش أحسن من حد، أنت عندك خروف قائم كأنه مذبوح، أنا هجيب وحش وأخليه مذبوح وقائم، فيخلي الناس تضل. يقول لك طب ما هو الشيطان يعرف يعمل نفس الحاجة اللي عملها ربنا. عشان كده تسمع في اللي بعديها يقول وسجدوا للتنين. هيسجدوا للشيطان نتيجة المعجزة. التنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ لاحظوا ان كلمة من هو مثل الوحش اتقالت زمان عن ربنا. ساعة ما الشيطان حب يتكبر ويعمل نفسه كمثل الله، الملاك ميخائيل قال له من كالله؟ من مثل الله؟ ومن كالله في نطقها العبري هي ميخائيل، اسم الملاك ميخائيل. شوفوا الشيطان قال ايه في سفر أشعياء: أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله. شوفوا الكبرياء. وأجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. مثل العلي. رد الملاك قال له من مثل الله؟ ونفس الفكرة بتاعت كبرياء الشيطان حب يزرعها في حواء لما الحية قالت للمرأة لن تموت
بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. الله في محبته يريد أن يشركنا في حياته، عشان كده بيدينا جسد ودمه ويدينا ان احنا نجلس معه في عرشه. دي نعمة من عند الله. لكن هتبقى وحشة قوي لما اكون انا كإنسان اللي عايز ابقى اله وعايز انافس الله. ودي موجودة في افكار شعوب كثيرة. تأليه العقل، يقول لك مفيش اله، احنا اللي عملنا كل حاجة، البشر هم اللي عملوا الحضارة. وبعض الناس يقولوا البشر هم اللي خلقوا الله. يعني ايه خلقوا الله؟ يعني هم اللي اخترعوا الفكرة وعاشوا فيها وصدقوها. شوفوا الكبرياء. وحتى في المسيحيين في ناس يفكرون في تأليه أنفسهم عن طريق ممارسات روحية، يصل إلى الاستنارة ويصل إلى رؤية النور غير المخلوق ويصل إلى أنه يتأله. إيه الكلام ده؟ إحنا بنؤمن إن الله لو عايز يألهني يديني نعمته وأنا أستقبلها وتجاوب معها في التناول وفي المعمودية. منتهى البساطة. يوحدنا به. وكلمة يوحدنا به موجودة كتير في صلوات الكنيسة. لكن يؤلهنا بالمعنى ان انا ابقى اله زي الشيطان ما عايز يعمل كده، دي فكرة شيطانية. عشان كده الملاك ميخائيل قال له من مثل الله؟ ميخائيل من مثل الله؟ فراح الشيطان مقلدها. سجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش وقالوا له من هو مثل الوحش؟ محدش زيك، من يستطيع أن يحاربه؟ نوع من التحدي. لكن طبعا كلام ملوش أي أساس من الصحة. وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. طبعا انتم ملاحظين 42 شهر اللي هم 3 سنين ونص. قد يكون مدة حقيقية اللي فيها الشاهدين إيليا وأخنوخ أو إيليا وموسى، اللي فيها حرب ضد الكنيسة وتعال في البرية، اللي فيها الأنتي كرايست ينشط ويعمل ضيقة عظيمة. قد يكون 3 سنين ونص. وقد يكون الرقم رمزي يدل على ان هو وضع مؤقت باعتبار ان هو نص السبعة زي ما قلنا قبل كده. أعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا ان الحكاية دي يعملها 3 سنين ونص. برضو هذا الأمر تنبأ عنه دانيال في صح 11، يقول تقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، ادي العظائم والتجاديف، وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب، اللي هي قال عنها ربنا يسوع في متى 24 فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. ايه رجسة الخراب؟ رجسة الخراب في ايام تدمير هيكل اورشليم وتدمير مدينة اورشليم سنة 70 ميلادية، ان القائد الروماني تيتوس اللي كان بيقود الحملة علشان يخمد ثورة اليهود دخل بالحصان بتاعه لغاية الهيكل لغاية قدس الأقداس، ورموا الحاجات اللي في قدس الأقداس وحط مكانها التمثال اللي هما بيعبدوه. فدي ركسة الخراب، إن العبادة الوثنية تدخل جوه الكنيسة. طيب في أيامنا بقى وفي آخر الأيام عند المجيء الثاني، ركسة الخراب هي إن الكنيسة تتبنى أفكار لاهوتية خاطئة. أول ما تلاقي ركسة الخراب اعرف أن المسيح على الأبواب. عشان كده في تسالونيك الثانية يقول لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا، ودي اتكلمنا عنها كتير، ويستعلن إنسان الخطية اللي هو الأنتي كرايست ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا. يعني الكبرياء بتاعه موصله إن هو أعظم من الله، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله. هيكل الله دوت في ناس تفسر إن هو هيكل أورشليم. لا، مش شرط. مين قال إن ربنا ما عندوش هيكل غير هيكل أورشليم؟ أمال إحنا كنايسنا دي إيه؟
هيكل أورشليم كان زمان هيكل الله، لكن المسيح قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، بعد ما قال بيتي بيت الصلاة. لا، بيتكم مش بيتي، مش هيكل الله خالص. حتى لو اليهود حاولوا أعادوا بناءه هو مش هيكل الله. هيكل الله معناها الكنيسة المسيحية. للأسف هيكون الخراب من جوه الكنيسة، الكنائس التي تتبنى أفكار غلط وتعملها رسميا في الكنيسة. في فرق بين كنيسة فيها إيمان مستقيم والناس تغلط في التعليم، تغلط في السلوك، لكن الموقف الرسمي للكنيسة ان هي لا، ده غلط، انا بشهد ضد ده ان هو غلط. لكن في كنائس تتبنى الامور الغلط على ان هي صح، وتبقى من ضمن قوانينها ومن ضمن انظمتها. فيبقى هنا الانتي كرايست خارج من جوه كنيسة يظهر نفسه كإله ومحدش قادر عليه، وتبقى دي العلامة اللي تخليك انت تفهم ان المسيح على الابواب. احنا لا نضطرب ولا ننزعج، لان اسمها تدبير الازمنة. مش في ايدينا نغير، ده تدبير الازمنة. لكن في ايدينا ان ننجو بانفسنا وننجو باولادنا واحفادنا والناس اللي حوالينا اللي بنعلمهم. كل واحد لما يجمع حواليه 50-60 واحد يفهمهم الصح، يتمسكوا بالكنيسة وتقليدها وتراثها. حتى لو العالم كله ضدك قول وانا ضد العالم. لو في الاخر الواحد نجي بنفسه يبقى كسب نفسه، لكن كمان لو خدت معاك مجموعة يبقى حاجة حلوة. لو انت النهاردة ثبت ولادك في البيت في الايمان المستقيم وطلعوا ثبتوا احفادك، هتروح السماء انت واولادك واحفادك زي نوح. لكن لو انا اهملت واعتبرت الامر ده ما يخصنيش مش مهم، الكل هيهلك. في الاخر لما ربنا قال ان في مجموعة اسمهم المختارين، دول مين؟ دول الناس اللي هم فهموا والتزموا واخدوا حذرهم من ان في تيارات هتيجي تغرق الكل، وهتبقى احيانا من داخل الكنيسة يعني مش بقول الكنيسة القبطية، ربنا يحمي كنيستنا هي ثابتة من البداية للنهاية بإذن الله، لكن حوالينا كنائس بتبث الأفكار بتاعتها على إن هي صح. وكتير من الشباب يتأثر يقول لك ده نوع من الانفتاح ونوع من اتساع الأفق، وإن الواحد ما بقاش متشدد متعصب، فيبتدي يتنازل 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 لغاية ما تبقى الكنيسة حاجة زي إنها معبد أوثان. فلازم الواحد يبقى واخد باله علشان ما ينضرش، ويحافظ على اللي حواليه عشان تبقى خادم وتوصل لربنا تقول له ها أنا ذوي الأولاد الذين أعطيتني. الأمر ما هو صعب قوي، لأن في إيدينا نتمسك بالصح اللي هو موجود في الكنيسة اللي اتولدنا وتعلمناه. محدش يغير فكرنا من جهة الكنيسة، لأن هي حصن الأمان. أول ما واحد يشككني في الكنيسة يقول لك غرقت في اللاهوت الغربي والعصر الوسيط ومش عارف إيه، اعرف إن هو بيفك القلاووز بتاع الكنيسة عشان تغرق. أنت ما تديش فرصة لنفسك تسمع أي تشكيك في إيمان الكنيسة، وما تديش فرصة للي حواليك إن هم يسمعوا، لكن دايما ثبت الناس في الإيمان. لأن هذا الأنتي كرايست هيفتح فمه. شوف العدد رقم 6، فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه، مسكنه اللي هو الكنيسة، وعلى الساكنين في السماء، اللي هو يقول لك ما فيش شفاعة قديسين. ادي التجديف بتاع الشيطان على الله، يجدف على اسمه، على مسكنه، وعلى الساكنين في السماء. ايه مسكنه؟ بص لما يقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، حل بيننا دي هي السكن، سكن في وسطينا. ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. ويقول معلمنا بولس في عبرانيين 3:6 وبيته نحن. لما يجدف على مسكنه معناه يجدف على الكنيسة اللي هو شعب الله، اللي احنا مذكور عننا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يبقى لما يقول هيجدف على اسم الله ده معروف، يجدف على مسكنه ان هو يقولك الكنيسة باظت، الكنيسة غرقت، الكنيسة ما كانش فيها الإيمان المستقيم، تعالى أرجعك للإيمان المستقيم، فيشكك الناس في الكنيسة ويتعبهم. وعلى الساكنين في السماء يقعد يقولك
ايش عرفنا ان اغسطينوس ده قديس، ده ابو اللاهوت الغربي، ايش عرفنا ان مش عارف ايه. يبقى انت كمان بتجدف على الساكنين في السماء. طبعا اللي بيقولوا هذا الكلام النهارده مش هم انتي كرايست، بس ده تمهيد لدخول الانتي كرايست. اول ما يجي الانتي كرايست يجدف على الله هيلاقي الودان جاهزه، لان جوه الكنيسه سمعوا ان الايمان بتاعنا اتغير، وان احنا مش عارفين ايماننا المظبوط، يلا نرجع للقديم. يجي الشيطان يقول كده هنصدقه، يقول ده انا سمعتها في الكنيسه. يجدف على اسم الله وعلى مسكنه وعلى الكنيسه وعلى الساكنين في السماء، ان يبتدي ينبش في الدفاتر القديمه عشان يقول لك قسطنطين الملك كان وثني، اغسطينوس كان ابو اللاهوت الغربي، وبعدين اوريجانوس عظيم وقديس. وكاننا النهارده في ايدينا ان احنا نغير التاريخ ونغير الاحكام بتاعه التاريخ على الناس ونسيبها في ايد ربنا. ليه انا احكم؟ انا اتعلم بس. عشان كده اسمعوا الحته دي في العدد رقم 7: واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. اسمها تدبير الازمنه. تدبير الازمنه ان في فتره هيبقى يعني الجو كئيب واسود وفي الشيطان بيغلب. واعطي سلطانا على كل قبيله ولسان وامه، يعني الضلاله تنتشر في كل العالم زي ما جه في دانيال. ويفعل الملك كإرادته، الملك اللي هو الشيطان، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى. يعني ده حاجة مقضي بيها هتحصل. وبعدين هو كمان إيه صفاته؟ لا يبالي بآلهة آبائه، يعني لا يبالي بالتراث والتقليد اللي استلمناه من ماري مرقس لغاية البابا شنودة والبابا تودروس، ولا بشهوة النساء. طب لما يكون واحد في الشر ده كله ولا يبالي بشهوة النساء، يعني ايه حضرته بقى؟ راجل عفيف وقديس وطوباوي؟ الناس هتشوفه كده. لكن في بعض المفسرين قالوا ما ده معناها ان هو يكون هو ايضا شاذ جنسيا. والنهارده الشذوذ الجنسي كل العالم بيأيده، وهم اللي بيرفعوا الرؤساء الى مرتبة الرئاسة لو سندوهم وقالوا لهم احنا هنسمح لكم ان انتوا تعيشوا حياة عادية زي بقية البشر، يأيدوهم في الانتخابات وينتصروا، ويبقى العالم كله كده. يكمل: وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل. يقول معلمنا بولس الرسول: لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا. ليه بس؟ قال ليكون المزكون ظاهرين بينكم. هنا دي فيها معلومتين. لازم هيحصل الحاجات دي. نمرة 2: هيبقى في ناس مزكون، ما تخافش. الضلالة هتبقى عامة، لكن في الوسط في ناس منورة، ناس متمسكة بالإيمان بقوة مش بتعصب، ماسكة في الإيمان وهي فاهمة بتعمل إيه. زي أثناسيوس لما قال أنا ضد العالم، كان فاهم مش متعصب، وكان فاهم وبيفهم الناس. عشان كده النور القليل ده كبر 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 ونور الكنيسة كلها. عشان كده اسمع الحتة اللي بعديها: فسيسجد له مين؟ جميع الساكنين على الأرض. كله قال لا، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. يبقى الضلالة هتبقى عامة، لكن في الوسط في ناس أساميهم مكتوبة في سفر الحياة، دول مش هيضلوا. زي ما جه في الإصحاح 17: وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن. وفي رؤيا 20: رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار يعني كتب، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات اللي مش مكتوب اسمهم في سفر الحياة دينه يعني الدينونة بتاعتهم مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماله. يبقى الكتب مكتوب فيها أعمال الناس، وفي كتاب مكتوب فيه أسماء المخلصين. كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. يقول كمان: ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هذا الكتاب قال عنه زمان موسى: الآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. ربنا قال له مش ممكن أمحيك،
وبرضه في دانيال في ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. وبرضه سفر الحياة ده ذكره معلمنا بولس في فيليبي 4:3 الذين أسمائهم في سفر الحياة. والمسيح نفسه قال للتلاميذ لما رجعوا فرحانين ما هم بيخرجوا الشياطين، قال لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحرية أن أسماءكم كتبت في السماوات. وفي سفر الرؤيا قال من يغلب لن أمحو اسمه من سفر الحياة. خلي بالك دي معناها ان في واحد يكتب اسمه وممكن يمحى. طب ايه اللي يخليني اسمي يتثبت وما يتمسحش؟ هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. عشان كده هيقول المسيح للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يعني خطة دخولنا السماء موجودة منذ تأسيس العالم. يقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وفعلا الآخرون هيبقى أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. مين القليلين دول؟ اللي هم هيحافظوا على انتمائهم للمسيح واتحادهم بيه وما يدوش مخهم حد يلعب فيه يقول لهم ده غلط وده أسطورة وده مش مظبوط وده كتبه حد غير ده. التشتيت والتشكيك ده أخطر حاجة في الأزمنة الأخيرة. في أزمنة فيها رفاهية في الفكر، لكن احنا ما عندناش رفاهية، احنا عندنا نثبت في المسيح لأنه على الأبواب. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم. طبعا كتابة الأسماء معناها معرفة الله السابقة، لكن مش حتمية، لأن ممكن الاسم يتكتب ويتمسح. ليه سماه سفر حياة الخروف اللي اتذبح؟ لأن معلمنا بطرس قال عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي قلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. ربنا ما تفاجئش، كل حاجة متخططة منذ الأزل، لأن الله لا يجد عليه جديد. وبعدين من له أذن فليسمع، معناها أنا قلت لكم لأني أنا سبقت وقلت لكم كل حاجة من الأول. يعني ناقص عدد لكن الوقت راح عشان ناخد أسئلتكم، فبإذن الله كان لينا عمر. الأسبوع الجاي نبدأ من العدد رقم 9 اللي هو من له أذن فليسمع. ناخد بريك صغير ونرجع.